مساء الفل على احلى كباتن، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جاي نتكلم في قصه ان عميل اوبر نسي معايا حاجه، ازاي ان انا اقدر اتواصل معاه بعد ما قفلت الرحله، وهل في رسوم للخدمه دي ولا لا. طبعا زي ما احنا عارفين ان اوبر بتخليك تتواصل مع العميل برقم محول، يعني الرقم اللي انت بتكلم بيه العميل ده مش رقمه. فعلشان كده بعد ما بتنهي الرحله معاه ما بتعرفش ان انت تقدر تتواصل معاه تاني. هو برضو نفس الكلام، ما بيعرفش يتواصل معاك تاني على نفس الرقم ده. طيب ايه هي الخطوات اللي انا بعملها علشان اقدر اتواصل معاه تاني، وايه هي الخطوات اللي انا لازم اعملها علشان ينزل لي الرسوم ديت؟ طبعا انا مش بقول لك الكلام ده علشان ان احنا بنرجع الحاجه علشان في رسوم، لا، هي كده كده امانه وكده كده هترجع. ولكن هنفترض مثلا ان انا مثلا زي ما انت عارف نزلت العميل، خدت مشوار في مكان تاني، فهرجع له مسافه وهعطل نفسي كل القصه دي. فهل الموضوع دوت بمقابل ولا لا؟ جماعة موجودين على الفيسبوك. القناة بتاعت اليوتيوب ما شاء الله وصلت ل 12,000 مشترك، والفيسبوك انا لسه عاملها جديد ولكن عليها لسه 300 متابع بس. فيا ريت يا جماعة لو انت شفت الفيديو ده تدعمنا وتدخل تعمل متابعة لصفحة الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو ده. كمان يا جماعة موجودين على التليجرام، لو انت مش معانا لسه على جروب التليجرام في 3000 كابتن. في اي مشكله معاك في اي وقت بتدخل تبعت لنا وبنرد عليك على طول. طيب القصه بتاعت حلقه النهارده وهي ان انا ازاي ارجع او ازاي اتواصل مع العميل، وازاي اعمل الخطوات اللي هي علشان ينزل لي رسوم للخدمه دي. طيب بتدوس على الثلاث شرط اللي عندك، بيجيب لك الصفحه دي، بتدوس على كلمه المساعده. في المساعده بيجيب لك الاختيارات اللي انت شايفها دي، بتدوس المساعده بشان احد المشاوير، بتدوس عليها. بيجيب لك لما يتم احتساب اجرتي بشكل صحيح، اسم رسوم المرور، لدي تعليقات. بتدوس على خيارات اخرى، بعد كده بيجيب لك مراجعه الاجره المساعده بشان غرض تم العثور عليه، بتدوس عليها اللي هي بشان غرض تم العثور عليه. بيجيب لك الصفحه دي، بتدوس يا اما عثرت على غرض مفقود او اعدت غرض مفقود، دي المرحله اللي بعد كده، ولكن احنا دلوقتي بندوس ايه؟ عثرت على غرض مفقود. بتدوس عليها، بيجيب لك المشوار، بيأكد لك ان هو ده المشوار ولا مشوار تاني. بتدوس لو هو المشوار بتكمل، لو مشوار تاني طبعا بتغير المشوار، بتحط المشوار اللي العميل نسي معاك فيه حاجه. طيب جايب لك هنا ايه؟ عثرت على هاتف ولا لا اعرف المشوار. ده لو فيه تفاصيل تانية، لو انت عارف المشوار وما فيش الحاجه اللي انت لقيتها ملهاش علاقه بالتليفونات، عادي بتدوس التالي. اما لو في حاجه من الاتنين دول بتدوس عليها، لان دي بتبقى ليها اجراءات تانية. بعد كده بتدوس التالي، بيجيب لك هنا اتصل بالراكب بشأن غرض مفقود. اول ما بتدوس اتصال على الراكب بيحولك بالراكب، ولكن عايزك الاول تاخد بالك من حاجه. بيقول لك رسوم اعاده غرض بقيمه 93 جنيه. يتم فرض رسوم اعاده غرض بقيمه 93 جنيه على الراكب، وستم اضافتها على حسابك لتحصل على هذا الرصيد، يرجى ابلاغنا بعد اعاده الغرض. يعني خلاصه القصه دي ايه؟ ان انت علشان ترجع للعميل حاجه بتاخد رسوم بقيمه 93 جنيه. طيب ال 93 جنيه دول مين اللي بيدفعهم؟ العميل اللي بيدفعهم. انت بعد ما بتوصل الحاجه بتاكد ان انت وصلتها، بينزلوا الرصيد ده على العميل بالسالب، بيحط لك انت في رصيدك بالموجب 93 جنيه. طيب بدوس يا جماعه على اتصل بالراكب، طبعا بتحط كود الدوله، هو جايب لك هنا امريكا، بتغيرها بتخليها مصر، وبتحط رقم تليفونك وبتتصل بالعميل علشان تتواصل معاه، تقول له طب اجي لك فين، طيب هنعمل ايه، طب ابعت لي رقمك علشان اعرف اكلمك، كل القصه ديت. وبعد ما بتوصل له الحاجه بتدخل على نفس الخطوات، بتقول ان انت خلاص رجعت الغرض ده، بينزل لك الرصيد في حسابك. ده يا جماعه القصه باختصار، لو حد لسه مش عارف ازاي بيرجع لعميل الحاجه وهل في رسوم والقصه دي كلها، ولازم تعمل الخطوات اللي انا بقول لك عليها دي علشان ينزل لك الفلوس في حسابك. اي حد عنده مشكله في اي حاجه ممكن يكتب لنا في الكومنتات، ولو انت استفدت من الفيديو ده دوس لايك. سلام عليكم.